السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا كلكم طيبين ومبسوطين. معكم ام عمر بعثمان. اليوم حنسوي حلقوم بالبرتقال. يلا نشوف كده طريقته معنا. دحين نحن عندنا حبتين برتقال عصرناهم وطبعا صفيناهم بهذا الشكل. تقدروا تستخدموا رمان، فراولة، اي فاكهة انتوا حابينها. حناخد معاها كوب من السكر، ممكن تستخدموا برضو سكر ناعم بهذا الشكل. وحنقلب كده السكر، نحاول قد ما نقدر. عندنا كمان نص كوب من النشا، كله يا جماعة على البارد كده. هندمجه كده مع بعض ونحن مستمرين بالتقليب. هناخد كمان عصرة ليمون، وناخد كمان بشر برتقال ونقلب كده. وأول ما يبدأ كده يجمد معانا نخلي النار واطية ونستمر بالتحريك الين يصير قوامها بالشكل هذا. وحنجيب ورق زبدة بهذا الشكل في صينية بايركس، حندهنه بالزيت كده عشان ما يلصق معانا، ولما نيجي نشيله نكون مرتاحين كده. وندهنها بالشكل هذا، وحنحط بهذا الشكل وهو حار عشان يتشكل معانا بأريحية. وحنسيبه كده، نقفله بالشكل هذا ونسيبه يبرد تماما تماما ونقطعه. لما تيجوا تفكوها خلاص حطوا لها نشا مرة كتير من فوق ومن تحت عشان تكون سهلة عليكم. السكينة يا جماعة لازم يكون فيها زيت. بسم الله. وحنبدأ كده نحاول نفكفك اللي نحنا قطعناه. طبعا كل ما تسيبوه في الثلاجة يفضل انكم تسيبوه حوالي 4 ساعات. اليوم قدمت لكم حلقوم بالبرتقال. اتمنى ان شاء الله الوصفة تكون سهلة وبسيطة. كان معاكم ام عمر بعثمان. استنوني في وصفات ثانية. احبكم مرة. باي باي.